من داخل مستشفى ميت حبيبة محمد. حبيبة محمد أحد المصابات اللي كانوا موجودين في الحادثة اللي كانت على الطريق الإقليمي ما بين عربية ميكروباص وعربية تريلا. الحادثة اللي للأسف راح ضحيتها 18 بنت. حبيبة الحمد لله معانا النهاردة من داخل المستشفى، هتطمنا بنفسها على حالتها. ازيك يا حبيبة، عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه النهاردة؟ كويسة والله، الحمد لله بخير. الحمد لله. قولي لنا بقى، يعني احنا شايفين بس في حاجة في وشك وإيدك. ايدك مالها ووشك ماله؟ هي دي بس فيها كدمة هنا جنب شوية، مم. وعينيا الحمد لله في شوية فروق بس في ظهري، بس الحمد لله بقيت أحسن. الحمد لله بقيتي أحسن. حبيبة انت كنت خرجتي ورجعتي تاني. والدك قال لنا انك خرجتي لأسباب معينة خاصة بيكي انت، ما حدش طلب ان انت تخرجي، انت اللي طلبتي انك تخرجي. ايه اللي حصل؟ حبيتي انك تخرجي ليه؟ ان ولاد عمتي توفوا. لا قلت الحمد لله انا كويسة، لازم اخرج علشان اشوفه، بس ما حصلش نصيب الحمد لله. يعني انت خرجتي يوميها علشان تشوفيهم؟ عشان اشوف ولاد عمتي، بس ما حصلش نصيب وهم توفوا. ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم. طمنيني عليكي وضحكتك الجميله اللي كانت باينه. ايوه كده، ورينا، اظهري لنا الضحكه الحلوه دي. والله كويس. الحمد لله. بتتحركي وبتمشي؟ الحمد لله. ما فيش حاجه في رجليكي؟ ما فيش اي حاجه؟ كدمة بسيطة بس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اتقال ان انت احتمال ان شاء الله تخرجي قريب يعني. ان شاء الله. انت اللي حابه تخرجي دلوقتي؟ بقيت كويسة فبخرج بقيت كويسة خلاص. قولي لنا بقى، بتشوفي اسراء وايات؟ اسراء نزلت جنبي النهاردة ورحت قعدت معاها شوية، بس هي الحمد لله بقت كويسة من الأول الحمد لله. الحمد لله. وشفتي ايات؟ بس هي ايات لسه. دكتور مصطفى قلت اشوفها انا، دكتور مصطفى شفتها بس نزلت على طول عشان هي في العناية. هي الحمد لله احسن. الحمد لله، في استقرار. الحمد لله. بتطمني عليهم كل يوم. الناس كلها مبسوطه بيكي وبيقولوا لك الحمد لله على السلامه يا حبيبي. بجد الكومنتات كلها موجوده دلوقتي بتقول لك الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الحمد لله. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. مش هتقل عليكي قوي، بس قولي لنا بقى. سمعنا انك طلبتي حاجه. مش انا. ما طلبتيش حاجه؟ مش انا. امال قولي لي. والله ما اللي طلبتها. قولي لنا بس، طلبتي ايه او ما طلبتيش ايه؟ انا ما طلبتش حاجه. واحد هو اللي طلبها. متدلعه. دكتور مصطفى هو اللي طلبها. دكتور مصطفى كان نفسه في متدلعه. نفسه متدلعه فطلبها، بس طلبها على حس ان انا بعيط. على حسك انت. الحبيبه اللي نفسها في متدلعه وهو اللي كان نفسه في المتدلعه. المهم، عجبتك المدلعه؟ جميله والله. كانت جميله. نجيب لك منها تاني؟ لا الحمد لله، كده هنكلفه بقى ونبوظ الميزانيه. احنا اللي هنجيب، مش دكتور مصطفى. نروح احنا نجيب لك مخصوص. الله يخليك. عايزه تاني نجيب لك تاني؟ لا بس شكرا. انا هقول لباباك الكلمه اللي انت قلتها لي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله. طمنا على حاله حبيبه النهارده. الحمد لله. والله الحمد لله حبيبه بخير والله اكبر زي الفل، وبسم الله ما شاء الله. برضك اسراء نزلت النهارده من الرعايه، واقفه على عمليه العظام بس اللي فضلها. اسراء. والدكتور مصطفى كان موجود معانا والسيد المحافظ، وكان برضك تحت جبنا طبيب برضك النهارده من القاهره تاني بحاله ايات ان هو يطمن عليها برضك، يشوف الاستشاري بتاع هنا من هناك. فالحمد لله ايات اخرى بدأ النهارده في تحسن، والحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. يعني في النهارده يعني ربنا معاها، يعني ان شاء الله في حركه النهارده كويسه. حبيبه النهارده يعني ان شاء الله هتخرج اليومين الجايين دول، تروح بيتها بالسلامه ان شاء الله. يعني احنا بنطمن عليها، واحنا موجودين النهارده بنطمن عليها، وكل الناس بنطمن عليها. كومنتات كتيره جدا والله يا فندم. كلنا حابين نطمن عليها. حبيبه والله اسراء، يعني الدور اللي قايمه بيه الحكومه والسيد المحافظ والسيد وزير الصحه والناس اللي في البلد كلها، والناس مصطفى طبعا اللي عايش واللي ميت. والدكتور مصطفى ده قايم بدور اساسا، مش هقول لحضرتك يعني لو واحد تعبان بيموت من اللي هو بيعمله، يعني بيجي يفك الهم عن المريض ويهزر معاه ويجيبوا حاجات يعني هنا للمرضى، مش هقول لحضرتك على اللي هو بيعمله معانا هنا. يعني لو والله العظيم اكن احنا هنا مش في المستشفى السنه.
الناس كلها بيقولوا لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حبيبه، الناس بيقولوا لك الحمد لله على السلامة من الأردن، الحمد لله على السلامة من زاوية جرهان، الحمد لله على السلامة من المنوفية وخارج المنوفية، من مصر كلها الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني هما بيقولوا لك طمنينا على البنات التانيين، معلش هنعيد تاني. طمنا على حالة إسراء وآيات. بالنسبه لاسراء، هي حالتها كانت شايله الطحال، هي دلوقتي في حاله مستقره وهي حاله كويسه. م. وفضلت مني يعني عندها كسر في العظام في كتفها بترحم من هنا، وعندها كسر في رجلها الشمال. فالحاله دي ما ينفعش انها كانت تعمل فيها العمليات دلوقتي. فهو الدكتور مصطفى يعني بالاول بيلطف الحاله، ويعني بيخلي الحاله تطلع عن اللي هي فيه، عن اللي هي تهيئها فيه. يعني بيهيئ الحاله نفسيا وجسمانيا. نفسيا وجسمانيا قبل ما تخش العمليات. فان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. الدكتور مصطفى ابو حليمه هيقدر يحدد يعني ميعاد العمليه العظام في الاسبوع الجاي ده ان شاء الله باذن الله، بتاعت حاله اسراء. اما ايه ان شاء الله باذن الله، ايات ان شاء الله النهارده لسه الدكتور مصطفى طالع معانا، لسه نازلين فوق كلنا دلوقتي. استاذ المحافظ كان لسه ماشي برضك. فالدكتور مصطفى كانت حابه طالبه ان هي تطلع تشوف تطمن على ايات بنفسها. الدكتور مصطفى مشكورا خدنا كلنا، وكلنا طلعنا فوق العنايه دلوقتي، ولسه نازلين عند ايات. ان شاء الله باذن الله بشرة خير باذن الله، بعد دعوات الناس كلها لايات، لان ايات يعني ربنا كل الناس تدعي لها والله. ربنا يطمنكم عليها وتقوم بألف سلامة هي واضح ان دكتور مصطفى بيحبوكوا جامد. والله يا فندم الدكتور مصطفى ابو حليمه حضرتك مش من هو بس الدكتور بس، ده هو اب لنا واخ كبير لنا كلنا، ومش محسسنا ان هو مدير مستشفى كمان. من الناس المحترمه والله يا فندم، يعني ما شاء الله حضرتك من فطار لاكل لاي حاجه قايم معانا هنا، يعني ما شاء الله حضرتك على اللي هو بيعمله مع المرضى، مش معانا احنا بس، فمع المستشفى كلها والتمريض وكل الناس هنا قايمه هنا ما شاء الله حضرتك على اللي هم عاملينه معانا. طب دكتور مصطفى ولا دكاتره التانيه؟ لا حضرتك احنا كنا في مستشفى اشمون العام، احنا بنتاسف لكل الناس اللي فاهمانا غلط. احنا ما احناش كده، احنا فعلا المفروض اي مستشفى عام لو اي واحد جاي من حادثه يعني متكسر مقطوع رجله، لازم الامبولات دي تكون في حاجه منها في اي مستشفى، بيكون فيها حاجات استبن في المستشفى. لان احنا في ايات اتبهدلنا، احنا فعلا كنا اتبهدلنا. المفروض الدكتور ما كانش احنا يعرف احنا عندنا ناس ميته، عندنا 18 حاله من متوفيين، مش احنا اللي نطلعوا نلف على الامبولات لبنتنا بره وسايبين الحالات في قلب العنايه في قلب الثلاجات. فدي كانت حقيقه فعلا، احنا لفينا فعلا على العلاج ده. لكن هنا الوضع مختلف. لا هنا الوضع مختلف خالص بامانه. احنا عمرنا في حياتنا ما نزلنا جبنا برشامه من تحت ولا اي حاجه خالص بامانه بصراحه يعني. في دكاتره التانيين يقعدوا ويدوا لك روشته كده، عايزين حاجه وعايزين حاجه وعايزين حاجه وعايزين. لا يا فندم مفيش الكلام ده هنا خالص بامانه، مش عشان خاطر الدكتور مصطفى، لا والله يا فندم دي حقيقه ما مش كلام. طب حبيبه بقى اتكلمنا عن دكتور مصطفى الكبير. انا عارفه ان العلاقه اللي ما بينكم طيبه، وان هو ما شاء الله عليه يعني من الناس الجميله اللي موجوده في المستشفى. الناس كلها بتقول لك والله الف سلامه الف سلامه من بركه السبع ومن الاردن ومن السعوديه. ناس كتير عمالين يقول لك الحمد لله على السلامه ومبسوطين بيكي جدا. تمام. قولي لنا بقى يعني دور دكتور مصطفى معاكي. الصراحة هو بيدعمني نفسيا أكتر من العلاج وكل حاجة، بس والله يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله. وعدها دكتور مصطفى بحمص ومشبك. ايوه يا فندم. من طنطا. دكتور مصطفى من طنطا. الدكتور مصطفى من الغربيه من بسوس. هيجيب لك هتستني المشبك من بسيون يا فندم معلش. هتستني مش فاهم. هو منورنا هنا في المنوفيه في العموم. حضرتك منورنا يا دكتور. هتستني المشبك النهارده ان شاء الله؟ إن شاء الله قاعدين كويس. خلصتي؟
الحادثه يعني. ماشي انا مع حضرتك. حضرتك اللي هتجاوب حبيبه، مش هتقدري انا تتكلمي. اتكلمت، انا هي حكي له وانا اتكلم معاك. الحادثه مش عارف انت بس مش عارف ايه خمن. يعني احنا بنسالكم، بنطمن عليكم وبنعرف عنكم التفاصيل، يعني الحادثه ايه اللي كان حصل وقتها. عرفت وقتها بالخبر على طول؟ هيبه؟ اه. لا طبعا يا حبيبي ما عرفتش وقتها على طول، لان هي كان الميكروباص كله كان في اتجاه وطريق الخطاطبه المدينه، فالميكروباص كان في اليمين بتاعه، ما كانش هو مخالف في اي حاجه، كان نص الطريق مقسوم رايح جاي، فالعربيه النقل جت جايه قطع الطريق، جت على الرادع الميكروباص. فطبعا في 5 من الضحايا كانوا يعني النقل اللي خبطت فيها نزلوا من فوق الاقليمي في قلب الارض الزراعيه تحت، وبقيه الحالات كلها كانت معجونه في الميكروباص. فالكنبه اللي ورا هي اللي كان فيها ال3 اللي هم الناجيات من الميكروباص. الحمد لله. حضرتك قلت لي جمله امبارح واحنا معاكم، قلت لي احنا شحتنا حبيبه من ربنا. ايوه طبعا الحمد لله، ربنا شحتها لنا، مش احنا، ده ربنا اللي شحتها لنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. الحمد لله حبيبه، احنا مش بنضغط عليكي والله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا حابين كنا موجودين النهارده عشان نطمن عليك. كتب لك عمر جديد، ربنا بيحب. الحمد لله. ان شاء الله. انت بتشوفي اسراء وبتقعدي معاها وبتتكلمي معاها صح كده؟ النهارده بتقعدي معاها كل يوم؟ لا لسه اول مره اشوفها النهارده. اول مره تشوفيها النهارده، واول مره تشوفي ايات النهارده برضو؟ اه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يطمنكم عليهم يا رب. الناس كلها بتسأل عليكي وبتطمن عليكي وبيسألوا على حبيبة وعلى آيات وإسراء. الحمد لله بخير الحمد لله. انتي هتطمني الناس، طمنيهم على آيات وعلى إسراء. بقيت حالتها مستقرة حاليا، وإسراء الحمد لله كويسة، فاضل لها بس العملية وإن شاء الله تبقى كويسة ونخرج كلنا سوا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تتجمعوا إن شاء الله في البيت قريب بإذن الله، زي ما كنتوا بتتجمعوا تروحوا الشغل مع بعض إن شاء الله. يعني مامتك لسه بتقولي كانوا بيستنوكي لحد ما تصلي حتى لو متأخرة، كنت انت بتأخريهم غصب تصلي شوية وبعدين هتقومي راحة تقول لهم معلش تأخروا 5 دقايق أحسن ما أنا أأخر الصلاة. كنت بتعملي كده كل يوم؟ مش كل يوم، ساعات كنت بنام بالليل متأخرة وتقوم الصبح متأخرة، فكنت لازم أقوم أتوضى وأصلي وبعد كده أمشي. أمي كانت متأخرة فبيزعقوا شوية بقول لهم معلش. انت قلتيلي انك ما كنتيش اشتغلتي كتير، ده هي ما كملتيش شهر وتاني سنة ليكي. انت خلصتي دبلوم تجارة صح كده؟ مستنية النتيجة لسه ما ظهرتش، انت منتظرة النتيجة. ناوية تكملي ان شاء الله كلية ولا لسه بقى؟ ناوية إن شاء الله. ناوية تكملي ان شاء الله كلية؟ متوقعة تجيبي كام ان شاء الله بعد تالتة؟ لا مجموعي يبقى كويس إن شاء الله. كنت بتذاكري؟ الحمد لله. بجد؟ والله. كنت معتمدة انك عايزة تدخلي كلية فكنت مهتمة انك تذاكري؟ بالتوفيق يا رب. ان شاء الله نجيلك وانت ناجحة بإذن الله، ونجيلك وانت مخلصة كلية، ونجيلك وانت تتجوزي، هنبقى معاكي في كل حاجة. شكرا ليك يا فندم. شكرا. الحمد لله يا حبيبة، ربنا يطمنا عليك ان شاء الله وتخرجي بألف سلامة.